بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من قناة خالد عبد النبي على اليوتيوب. ومعانا مهندس السباكة وأحدث طبعا يعني تقنيات العصر، باشمهندس محمد ندى السباك. العجيب إن هو لقناه قاعد وفي استراحة أمام حضراتكم في الغيط. يعني عايزين نعرف منه هو قاعد ليه من غير شغل ولا في إيه بالظبط. وطبعا يعني ما تعودناش منه إن هو يكون قاعد القعدة ديت دائما وابدا. يعني الابتسامه والجمال والفرحه حاضره ذهنه، واسلوبه ولباقته مع طبعا الزباين، والحاجه المفرحه ان الناس كلها يعني عشقاه وبتحبه، وعنده قبول وحضور وكل حاجه بسم الله ما شاء الله عليه. باشمهندس، يعني احكي لنا حضرتك انت قاعد ليه النهارده من غير شغل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنشكرك يا استاذ خالد. ثانيا انت والله يعني قدمت مقدمه يعني جعلتني في مكان عالي جدا يعني. الله يبارك فيك. ربنا يديك الصحه يا رب. والله انا عطلان النهارده عشان حاجتين. نعم. اول شيء الكهرباء قطعت الصبح. تخيل يا مؤمن، يا دوبك قصيت الماسوره من هنا ورايح احط المكوه في الكهرباء، مفيش كهرباء. وقفلت الميه عن البيت كله. الكلام ده كان الساعه 8:30 9 الصبح. نعم. وكل شويه الست صاحبه البيت تتصل عليا. نعم. يا ابني انا عايز اعلف الحيوان، عايز اطلع الف الطيور. نعم. فطبعا الكهرباء معطلانه. والحاجه التانيه برضو يعني انا هربان من زبونه. نعم. تخيل يعني موقف هيخليك تضحك. رب خير ان شاء الله. واحده ست كده جارتنا كل يوم تشوفني طالع الشغل الصبح في ايد الشنيور الهيلتي، نعم. تقوم موقفاني، تعالى يا ابني ايه اخرق لي الجدار. يا حاج انا مش فاضي، مصممه ان ايه اخرم لها خرم في الجدار. هي بتتكلم كده يعني. فالمهم تاني يوم يا ابني تعالى اخرق لي في الجدار. يا حاج انا مش فاضي، سيبيني اطلع اشوف مصالحي. عايزه يعني النهارده الصبح بدري طالع اتسحب كده بالراحه وشايل معايا هيلة التكسير الكبير الماكس. قامت مسكاني وقامت ماسكه العجله، وقف يا ابني وقف، وقفت العيال اللي معايا لازم تخرق لي الجدار النهارده. الله يخرب بيتك على الصبح. المهم معايا ايه سمير، خد يا عم سمير امسك الشنيور واخرم، بس خد بالك يا حاج اللي بتاع ده ماكس. قالت لي ماكس ولا فاكس، المهم هتخرم لي الماكس ده اللي هو الكبير. المهم المعلم سمير ما اعرفش كان فاطر الصبح، بسم الله ما شاء الله ربنا يحميه، مسك الهيلتي وهوب بخرم خرم الجدار وعدى دخل في التلاجة. يا خبر ابيض. البنطه كبيره ماكس، يا خبر ابيض. 40 سم. يا خبر ابيض. خرم الجدار وخرم التلاجة، ودورنا الجري احنا الاثنين. هو هرب على السعوديه وانا هربت على هنا. ادي كل الموضوع. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حاجه يعني حاجه هم يبكي وهم يضحك. طيب انت يعني حضرتك الكهرباء قطع يا باشمهندس، توصل يعني توصي بين الجماعه المسؤولين عن الكهرباء بايه بالظبط؟ الجماعه بتوع الكهرباء بصراحه انا زعلان منهم. ما زعلش. انا زعلان منهم بصراحه. يعني يعملوا جروب ولا يعملوا اي حاجه على النت ولا على السوشيال ميديا، يعرفوا الناس او يخطروا الناس ان الكهرباء هتقطع بكره. كلام سليم. يعني ناس كتير ما ملتش الخزانات ميه. الله يفتح عليك. انا مثلا قصيت الماسوره وبتتلحم بالكهرباء، فطبعا بيت كامل 5 ادوار مقفول عنه الميه. انت معايا ولا مع الاسف؟ حضرتك مع حضرتك. مش مع الاسف يعني. معاك اتفضل. فتخيل يعني المفروض يعرفونا قبلها بيوم، يخطرونا. حضرتك ابو مازن ان شاء الله الرحمن باذن الله يا رب ان شاء الله يكون حد من مسؤول الكهرباء سمع يعني صوت حضرتك. يا ريت والله. وان شاء الله دي على الاقل حتى يختاروا الناس الثلاجات تتفصل. اللي عايز يملى ميه، اللي مثلا انا النهارده هعطل هنا اطلع المنصوره اشوف مكان شغل في مكان تاني. لكن انا عطلت والله ده حقيقه. وانا قاعد لسه بدوم الشغل ولا بتلاحظ حضرتك يعني. يعني جايب اولادك معاك وقلت ما قاعدين بقى بنشم شويه هوا. ومستني بقى الكهرباء تيجي التليفون هيشتغل. ربنا يخلي. بنت حضرتك اسمها ايه وابن حضرتك اسمه ايه؟ ريفال ومازن. ريفال ومازن. ربنا يبارك فيهم يا رب. ريفال في سنه ثانيه. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ثانيه ابتدائي؟ ثانيه ابتدائي. صلاه النبي. ومازن؟ ومازن في اولى. يا مازن بص لنا كده يا مازن، صب على خير وخير. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك. تتمنى لهم ايه يا باشمهندس ان شاء الله؟ اتمنى لهم زي ما اتمنى للناس كلها، اتمنى لهم كل خير. الله يبارك لك. وربنا يبارك فيهم ويجعلهم سبب الناس تستفيد منه. الله يرضى عليك. الله يكرمك. فانا باكد على حته الكهرباء، احنا بنعطل يا جماعه، عرفونا. نعم.
يعني الست عايزه تألف الطيور، عايزه تطلع لحيوان مش عارفه تطلع. صحيح. ما ينفعش. صحيح. طيب يعني احنا بنشكر حضرتك يا باشمهندس محمد على هذا لا شكر على واجب يا استاذ خالد. العظيم. استسمح حضرتك. اتفضل. الراجل اللي ما يعرفش حضرتك، يعرف ان انت راجل يعني من عائلات واسر ابو ندى بالربع. طبعا سباك بسم الله ما شاء الله عليك. تسلم ايديك وعينيك وتتلف في حرير. ربنا يبارك. بنشوف شغلك على النت، والشغل اللي حضرتك عامله في طبعا المدن والشركات والحاجه حاجه تفرح. بندعي لك ان ربنا يعني يتمها عليك بخير ويرضيك في اولادك يا رب، وتشوف رفال هانم بحق جاه النبي تتمناها دكتوره ولا بقى طياره زي ما تتمناها، ونشوف ان شاء الله عايز تطلع مضيف الطيران بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضره النبي. ونشوف طبعا مازن باشا ان شاء الله الرحمن باذن الله في اعلى المراتب ان شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا لاسرتك الكريمه محمد بيه. شكرا الف شكر معاليك معالي الباشا. اذا عجبكم فيديو برجاء الاشتراك في قناه خالد عبد النبي على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس وعمل لايك الفيديو ليصلكم كل جديد. اسعدكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.